كيقولوا بلي الزمان كيداوي الجراح، ولكن في قصتنا الزمان هو الجرح. حنا اليوم غندخلوا لواحد البلاصه اللي نساها العالم، ولكن هي عمرها ما غتنسى اي واحد دخل. هنا فين التاريخ والوقت كيتجمد، لحظة اختفاء غامض ما كاين ليه لا أثر ولا دليل. مع مرور السنين الحقيقة والسر المخبي هما اللي كيجيو يقلبوا عليك. الماضي ديما كيبقى تابعنا بحال الظل، وفي هاد الرحلة النجاة ماشي اختيار. واش مستعدين تحيدوا داك الغطاء اللي على عينيكم وتشوفوا الحقيقة ديال داك القصر؟ هاد الليلة ما كاين لا نعاس ولا راحة. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك، وعلى بركة الله يلا نبداو. أحداث قصتنا اليوم كتدور في دولة السعودية. الاسم ديالي رائد، عايش حياة عادية وساكتة في مدينتي اللي عامرة بالصداع. قريت وخدمت كباحث في التاريخ القديم، وبالرغم من هادشي ما كانش عندي بلاصة في القاموس ديالي للروايات الخارقة. كل ما كنت كنآمن بيه هو الشيء الملموس. ولكن حياتي تبدلات في ليلة من ليالي أكتوبر. كتوصلني رسالة ما فيها لا سمية ولا عنوان، مطبوعة بشمع أحمر غامق وفيها ريحة الأوراق القدام. رسالة من مجهول فيها دعوة باش نزور قصر الصدى. هاد القصر اللي جا في جنوب المملكة، جنب واحد الجبل اللي مسمينو السكان المحليين العرجاء. غريب أمر هاد الدعوة، اللي كنعرف أن القصر كيرجع لعائلة نبيلة اللي اختفت في ظروف غامضة قبل قرن من دابا. مع الدعوة كانت ورقة أخرى اللي مكتوب فيها: خاصك تعرف بلي حقيقة التاريخ كتطلب التضحية بالراحة. داكشي اللي كتقلب عليه في المخطوطات القديمة ما مدفونش في الرملة، وإنما كاين في حيوط قصر الصدى. أجي راعي اليقظة كتسناك. أكتر حاجة حيرتني في هادشي هي الإشارة الاهتمام ديالي بالمخطوطات القديمة. كيفاش حتى عرف المرسل بهادشي؟ الفضول ديالي كباحث والرغبة ديالي الدفينة في كشف الأسرار دفعتني باش ناخد واحد القرار اللي ما يقدر حتى واحد ياخدو. في نفس النهار جمعت حوايجي وشديت الطريق للجنوب. من بعد رحلة ديال تماري اللي دامت يومين، وصلت لجناب جبل العرجاء فين كيبان ليا القصر من بعيد. بناية كبيرة من الحجر الكحل داير بيها شجر صنوبر بحال شي حصن. الحياة في ديك البلاصة منعدمة، والصمت كان تقيل وكيخلع. وقفت قدام باب الحديد اللي كان كله مصدي، كيبان ليا بحال إلا محلول شوية وكيرحب بيا. غير تخطيت العتبة حسيت بالبرودة دخلت مع عظامي. قاعة الاستقبال كانت واسعة، فوقها درية كبيرة مهرسة كتمشي وتجي مع التيارات ديال الهوا البارد. الغبرة كانت مغطية كل شي وفي أي بلاصة، ولكن الحاجة اللي شدت انتباهي هي واحد المصباح ديال الزيت كان شاعل فوق واحد الطبلة في الجنب، بحال إلا كان شي واحد تما كيتسناني. وفي ديك اللحظة سمعت أول صدى، كان صوت خافت كيشبه الخطوات ديال شي واحد كيجر شي حاجة تقيلة في الطاج الفوقاني. مرحبا بيك في المصير ديالك، همس أولا صوت غليظ من ورايا. درت بالسربة، لقيت راسي بوحدي، ما كاين حتى واحد. ديك الساعة عرفت بلي سميت القصر ماشي غير سمية عادية وصافي. هزيت داك المصباح ديال الضو وقررت نطلع للطاج الفوقاني. البيوت كانوا بحال إلا كان فيهم شي واحد عذابة، طباصل نص مأكولين، وراق مبعترين فوق البيرو، وساعة ديال الحيط واقفة في 3 ديال الليل. في البيت اللي كان كيبان لي بحال مكتبة لقيت داكشي اللي كنت كنقلب عليه: مخطوطات قديمة ديال الجلد مكتوبة بواحد اللغة مجهولة، وشي رموز كانت معروفة عندي من البحث ديالي. وأنا كنتأمل فيها لمع واحد الضو خافت في واحد القنت ديال البيت. كانت مراية طويلة مغطية بواحد الثوب غامق. حيدت داك الثوب باش نشوف شنو كاين. في القنت الفوقاني ديال المراية كانت عين كبيرة محفورة، هاد العين بحال إلا كتشوف فيا. ديك الساعة عقلت بلي هذه هي عين اليقظة اللي مذكورة في الرسالة. تما حسيت بلي أنا هنا ماشي الباحث، وإنما الفريسة. بحال إلا هادشي اللي شفت ما كافيش، زدت طلعت للطاج التاني اللي كان أفخم ولكن كيخلع كتر. أول ما شافت عيني كان باب كبير ديال الخشب مسدود بقفل ديال النحاس. كان هاد البيت هو الوحيد المسدود في القصر. شي حاجة جذبتني ليه. شوية بدات المخطوطات اللي هازها في يدي كتسخن، بحال إلا كتحاول توريني شي حاجة. حطيت المخطوطات على الباب
وواحد الرمز غريب مرسوم على الجلد طابق بالضبط مع النقش اللي كان مخفي على البلاصة ديال المفتاح. في ديك اللحظة خرج صوت صدى كبير في القصر كامل، صوت كيشبه الغوات ديال آلاف الأرواح المعذبة. المصباح طفى وتغطست في الظلام. سمعت همسة في ودني: راك حليتي الباب اللي عمرو ما غيتسد. الباب اللي كان مسدود تحل، ودخلت لداك البيت مدفوع بواحد القوة اللي ما قدرتش نقاومها. وسط داك البيت كان بير كبير ديال الحجر. هاد البيت ما كانش مستعمل للسكن، وإنما كان بحال شي مذبحة، آثار ديال الدم ناشف وقديم في كل بلاصة. الحيوط كلهم مكتوبين بآلاف الجمل باللغة العربية القديمة، تعاويذ وطلاسيم مرسومة. في هاد البلاصة كانت العائلة كدير طقوس باش تستحضر واحد الكيان. هاد الكيان كان كيعطيهم المعرفة، الخلود، القبول والثراء الفاحش. والمقابل كان أعين الضحايا كياخدو الناس وكيقلعوا عينيهم باش يلوحوها في داك البير. في داك الزمان كانوا الناس كيختفيو في ظروف غامضة، وحتى واحد ما كيعاود يعرف عليهم شي حاجة. هادشي علاش القصر كان كيتسمى الصدى. ما كانش كيعكس الأصوات وصافي، وإنما كان كيعكس عذاب الناس والآلام ديال دوك الأرواح اللي فقدات عينيها وخلصات حياتها تمن المعرفة كاذبة. أما عين اليقظة فهي عين داك الكيان اللي بقات كتشوف فيهم حتى من بعد موتهم. في ديك اللحظة بديت كنقرا ما تيسر من القرآن والأدعية، حتى بان داك الكيان قدامي. ما كانش شكل واحد محدد، وإنما كتلة كحلة كتبدل، فوقها عين حمراء كتشعل. شافت فيا مباشرة، وحسيت بحال إلا كتقرا كل فكرة في راسي، وكتضحك على الفضول ديالي اللي جابني لهاد الهاوية. ما بقاش عندي وقت للخلعة. داكشي اللي شفته كان حقيقة فاقت حدود العقل. ما كان قدامي إلا الهروب. عين الكيان كانت على المخطوطة. عرفت في ديك اللحظة بلي المخطوطة ماشي غير دليل، وإنما هي المفتاح باش نسد هاد الشي. كان فيها رمز، ماشي غير نقش وصافي، وإنما تعويذة قديمة باش ترجع الكيان لنعاسو. شديتها بين يدين كيرجفو، وبديت كنقرا بصوت عالي، كنحاول نتغلب على الخوف اللي كان غيقتلني. كل كلمة كنت كنقراها كانت كتشعل باللون الأزرق في الورقة. الكيان كان كيتألم، كيتشنج، بينما القصر كامل كان كيتهز. حسيت بالهوا بحال إلا بدا كيتجمد. ملي وصلت للجملة الأخيرة: وعد للظلام لا رجوع للنور، خرج ضوء زرق من المخطوطة، ضرب عين ديك الكيان اللي تلاشى في البير، ورجع البير نشف بحال إلا عمرو ما كانت فيه شي حاجة. هزيت المخطوطة وخرجت من داك القصر تحت ضو الفجر اللي طاح جزء كبير من الواجهة ديالو فجأة ورايا، بحال إلا رافض يسد الباب ديالو بالكامل. رجعت للمدينة وما عمرني ما هدرت على داكشي اللي شفت. ما بقيتش كنقلب في التاريخ القديم بنفس الطريقة، حيت عرفت بلي شي أسرار خاصها تبقى ديما مدفونة. حاولت نرجع لخدمتي كباحث، نغرق راسي في الكتب والأوراق القدام باش ننسى داكشي اللي وقع ونشد في الحياة العادية، ولكن النسيان ما بقاش عندي حق فيه. وليت كنخاف نشوف راسي في المراية، ديما في عنقي كاينة ندبة، ندبة بيضة كانت ديما تما، بحال شي خاتم ديال شي عبودية قديمة، أولا بلاصة فين تحطات ديك اللمسة ديال داك الكيان. ما كتوجعش، ولكن ديما كنحس بيها كتربطني بواحد المكان مسدود في بلاصة بعيدة. المشكل ماشي غير في الندبة، المشكل ولا في الانعكاس، ماشي الانعكاس ديالي ولا ديال داك الكيان بالكامل، وإنما الظل ديالو. ومرة كنلمح انعكاس ديال وجوه ماشي ديالي، وجه ديال شي واحد من ديك العائلة، وجه شاحب بعينين حمرين. حتى خدمتي تبدلات للأسوأ. كنت كنقرا في المخطوطات القديمة، ودابا وليت كنسمع الهمسات ديال أصحابها. فجأة كنلقى راسي كنعرف أسرار ما يمكنش نعرفها، شكون مات مقتول وشكون اللي خان شكون. داكشي اللي عطا الكيان لديك العائلة اللي هو سر المعرفة ولا فيا حتى أنا. واحد النهار وانا في المكتب ديالي كنقرا واحد الوثيقة قديمة كتهضر على واحد الملك، وفجأة حسيت بالندبة سخنات، وبصوت خافت وبارد سمعت واحد الهمسة في ودني كتقول: هاد الملك مات مسموم ماشي مريض، الكاس اللي شرب منه تزاد فيه السم. نط بالخلعة كنقلب على مصدر داك الصوت، ما كاين والو، ولكن
المعلومة اللي كان عطاني كانت صحيحة. ملي قلبت في شي وراق آخرين لقيت أن داك الملك عندو قصة قديمة ديال الاغتيال اللي كانت مخبية. ديك الساعة عرفت بلي عين اليقظة ماشي غير كتراقبني، ولات جزء من عقلي، ولات هي الصوت اللي كيعطيني المعرفة اللي ماتوا دوك العائلة باش ياخدوها. وليت مجرد قناة ديال داك الكيان. الناس اللي كنعرفهم كيشوفوني غير واحد عادي عيا من الخدمة، ولكن في الحقيقة أنا مدفون بين الهمسات ديال آلاف الأرواح اللي كتعيط في ودني. النجاة ما كانتش نهاية القصة، كانت هي البداية ديال العذاب ديالي الجديد. أنا حر، ولكن عين اليقظة ما عمرها ما غتخلي عيني تغمض. كنت ديما كنسمع قصة هاد العائلة والقصر من ناس زمان، ولكن عمرني ما آمنت حتى شفت وعشت وسمعت. كان هذا هو الآخر ديال القصة اللي خلاها ليا واحد من المتابعين في الانستغرام. في نظركم واش القصة حقيقية ولا غير من وحي الخيال؟ ما تنساونيش من تعليقاتكم الزوينين، وإلا عندكم شي قصة حتى نتوما خليوها ليا في الانستغرام اللي كنكتب لكم في صندوق الوصف. وتا الفيديو الماجي إن شاء الله. باي.